السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله رايحين نديرو وصفه تاع لي بول دو نيج ولا كريات الثلج بمكونين فقط ومن غير فرن. وصفه سريعه سهله وبنينه، نتمنى تجربوها. عندي 250 غرام من جوز الهند، وعندي علبه حليب مركز محلى. اذا ما عندكش الميزان ممكن تفرغي الحليب المركز المحلى فوق جوز الهند تدريجيا حتى تتحصلي على عجينه تكون متماسكه، ولكن القوام ديالها يعني ما تكونش يابسه بزاف باش الحلوه ديالك ما تخرجلكش ناشفه، وما تكونش كذلك طريه باش تقدري تشكلي الحلوه ديالك. نبدا على بركه الله. رايحه نفرغ الحليب المركز المحلى فوق جوز الهند بهذا الشكل، ونخلط تدريجيا العقد حتى تندمج العناصر مع بعض. سي تري فاسيل، سهل بزاف وسريعه ايضا، ما تاخذش وقت وما فيهاش فرن وبنينه. نتمنى تعجبكم. فوالا نخلط ممكن تخلطي بيدك، يعني اذا ما عندكش كيما قلت لك ما عندكش الميزان استعملي يدك وشوفي القوام المطلوب. اذا هايليك راني خلطت جوز الهند والحليب المركز. دوكا رايحه نغطي على هذا الخليط بفيلم بلاستيكي ونخليه في الثلاجه يعني مده قصيره، يعني 10 دقائق الى ربع ساعه يشد روحو شويه. من بعد رايحه نشكل به الكرات ديالنا. اذا الان من بعد ما نحيت الخليط ديالي من الثلاجه، عندي هنا جوز هند عادي رايحه نرمد فيه الكريات. راني سبقت ودرت 3 حبات. ناخذ كميه من الخليط اللي درناه بهذا الشكل هذا، ندير اون بول ولا كره هايليك ونرمضها في جوز الهند. من بعد نحطها في الكيسات بهذه طريقه سهله جدا وبسيطه وما تاخذش وقت بزاف. نتمنى تجربوها. اذا انا رايحه نكمل هذه الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نشوفوهم واجدين. كريات جوز الهند اللي درنا مع بعض راهم واجدين، راهم امامكم. كما شفتوا ما خذوناش وقت بزاف، في خلال دقائق فقط وجدناهم مع بعض. وصفه سهله سريعه ولذيذه، نتمنى تجربوها. اذا عجبتكم هذه الوصفه ديروا لها جيم للفيديو، بارطاجي هذا الفيديو مع اصحابكم وحبابكم، وشاركوا في القناه كي يصلكم الجديد. والى وصفه اخرى، والى اللقاء.